اللي قلت بعد 7 أيام تكون منطقيه اللي هي مباراه الاتفاق يوم الجمعه. خلصت كلامك؟ هذا الان كلامك هذا اللي انت هذا محور البيان. طيب ممكن تعطيني وهذا انت الان فرصة بسالك تقول انه مفترض المنطق انه يلعب بعد 7 ايام. تفضل. طيب تفضل عدنان تفضل. يعني لا تحسبها انت من بعد مباراه، تحسبها قبل مباراه. حينما اقول انه صح كلامك هذه في حاله انك انت تتحدث عن الدعم اللي المفروض يكون على مستوى الدوري البطوله الاسيويه، لكن حينما تتحدث انه عندك مباراه امام الفريق الايراني وقبلها ب5 ايام، انا اعتقد انه في هذه الحاله التوجه من القياده الرياضيه في دعم الانديه المشاركه اسيويا تنتهي، لانه هذا الحرص من نادي الاتحاد حينما قال في البيان انه المباراه التي المفترض تؤجل مباراه الاتفاق حتى يكون هناك فتره زمنيه لفريق نادي الهلال ليستعد اكثر للبطوله الاسيويه، وارجو انك انت يعني تقدر الراي وواثق انه كانت لك مداخله حصلك على نادي الهلال، لكن هل تطلب النادي في برنامج كوره وقلت انه من المفترض انه تكون مباراه الاتفاق يا استاذ مهندس طارق. انت البارح في برنامج كوره قلت انه المفروض انه تكون مباراه الاتفاق وليس مباراه الاتحاد. اذا تراجعت عن رايك هذا شيء يخصك انت. يا اخي لحظه شوي. طيب شكرا زميلنا عدنان. الان انت نسيت كلامك الان يا مهندس طارق. زميل عدنان يقول انك انت تحدثت في برنامج فضائي وذكرت انه من المفروض تاجل مباراه الاتفاق. لا وليس الاتحاد. تحدثت نفس الحديث اليوم. شكرا زميل عدنان. زميل عدنان جسنية مدير المركز الاعلامي بنادي الاتحاد. اسمح لي بس شوي. انا تحدثت نفس الحديث اليوم. انا قلت انه نفس الحديث اللي تكلمت فيه، انه المفترض انه نادي الهلال ونادي الشباب يقرؤون الرزنامه، وبالتالي هم يعلقون على هذه الرزنامه بعد صدورها مباشره وينتهي اللغط تماما. هذا تحدثت فيه في البدايه. ولكن زي ما قال عبد الرحمن مساعد يجب ان يكون هناك مساواه كما يعني لنادي الاتحاد اللي عمل نادي الاتحاد ممثل الوطن العام الماضي يجب ان يعمل هذا السنه. انا في رايي الشخصي تجي تقول لي اقول لك مباراه الاتفاق ممكن تلعبها افضل ما تلعب مثلا مباراه الاتحاد، ممكن تلعب مباراه الاتحاد افضل مباراه الجمعه مع الاتفاق. هذا رايي انا الشخصي، يعني ما هو ماخوذ فيه، هذا راي مدرب. لعب الفريق امس قبل امس مع فريق الغرافه 120 دقيقه ويرهق ارهاق غير عادي، تبغاه يلعب مباراه كلاسيكو بعدها ب4 ايام ولا تقول لي مباراه بعد 7 ايام؟ اذا هنا التاجيل من اجل الدوري وليس من اجل البطوله الاسيويه. عندك شيء انت هذا حسب كلامك يا اخي، هذا قتل للعيبه حسب كلامك. لما تلعب انت وانت مرهق، قتل اللعيبه اللي بيمثلوا. هو اللي نفس كلامك على فكره بهذا الراي الان يا باشمهندس. هو اللي قال الامير عبد الرحمن بن سعد، اعتقد انه بنستعد الاتحاد بكامل قوته ما ياثر على لاعبينا باصابات لا تخدمنا في الاسيويه. بالضبط. ابو مشعل هذا تاكيد. بس باخذ اتصال لكن بترد على عدنان قبل. لا عدنان وقال اني انا قلت مباراه الاتفاق قلتها كما في الجدول، قلت ان فيما لو تاهلوا الفريقين تتقدم يومين فقط ولا لا؟ نعم. زي ما لم اقول انه تؤجل، هو يمكن ما سمعني كويس وكذا بس. طيب في نقطة أثارها صراحة مدير المركز الإعلامي في الاتصال، كنت أتمنى التداخل معه. هو قال إنه ما هو ذنبنا إنه الفرق العام الماضي ما احتجت، وكأن دعم هذه الأندية وسكوتها ورضاها ووقوفها مع ممثل الوطن الاتحاد هو كان جبن أو خوف أو إلى آخره. كان احترام وتقدير لنادي الاتحاد. يقولوا هو ما ذنبنا، ما عندنا يعني، او ما هو ذنبنا ان الفرق انه ما حد يحتج في ذلك. الان يجي الهلال يحتج، ما هو ذنبنا. تخيل شيء، خلينا نتخيل شيء. ما هو معقول يعني الفرق. تخيل شيء. خليني اخذ اتصال معي سمو الامير نواف محمد. ايضا يعني انجاز التعبير اسميه خبير المسابقات بحكم انه كان رئيس لجنه وعضو الاتحاد السعودي السابق. ابو اللوائح. ابو اللوائح كما وصف زميلي الانجازات في مساء الخير سمو الامير. اهلا وسهلا. اهلا بك، تفضل سمو الامير. الحقيقه انا سمعت الكلام، الحقيقه كثر الغلط في هذا الموضوع من نواحي عاطفيه بعض الاخوان الموجودين ومن نواحي نظاميه. النقطه الاساسيه في هذا الموضوع يجب ان نقول انه الانديه الممثله لنا وصلوا الى النصف النهائي. وصولهم الى النصف النهائي المباريات القادمه لهم بدون شك انها ارهاق عليهم، بغض النظر من هو الفرق المقابل. الاتحاد اللي جالس جنبك وعدنان جسنيه لما يتكلم، لو كان النادي اللي حيلعب مع الهلال غير الاتحاد كان ما شفت الكلام هذا كله. ولكن احنا نتكلم من ناحيه منطق. نادي الاتحاد
جميع المباريات التي طلب أن تؤجل إليه العام الماضي أجلت إليه، وهذا واجب وكان يجب أن يعمل، وهذا يجب أن يكون دندنا في عملنا دائما في لجنة المسابقات أو في البرامج. وهناك رئيس عندما يريد أن يعمل شيء فوق النظام أو السيستم اللي طالع يستطيع أن يتكلم فيها. وما حصل للغرافة من ملامة على الاتحاد صحيح، والفرق أنه نادي الهلال هيئت له نادي الشباب ويجب أن يهيئ لهم المباريات القادمة. أما قضية أن إسقاطها الموسم كبير، وحتى لو كان مو 14 نادي 16 نادي، احنا مرت علينا أيام وكنا نعرف أنه هناك ضرابط. احنا الآن نتكلم عن الناديين، لا نتكلم نقول والله ان هذا لو لعب المباراة راح الاتحاد ان المباراة قوية ولم هي قوية. المباراة رأى الجهاز الفني والإداري ورئيس النادي أن هذه المباراة راح تؤثر على ما قام به وفي مبارياته القادمة وطلب التأجيل، فمن حق التأجيل. نادي الاتحاد يطلع بيان، هذا يطلع بيان على الأمور الداخلية وليس على الأمور الخارجية. أما أنه يريد أن يعترض، الاعتراض مردود عليه. أولا هذه المباراة الآن أجلت وراح تقام في وقت ثاني، وإذا كان هو قادر على الفوز فيفوز الآن ولا بعدين. والهلال نفسه وما هي غريبة أصلا ما يتعلق بهذا الموضوع. أنا أعتقد أنه ما قام به الرئيس العام ورئيس الاتحاد هي المصلحة العامة بغض النظر منه هو للهلال أو للشباب. المباريات اللي طلب تأجيلها من حقه. نادي الشباب يمكن ما طلب تأجيل المباراة ويعتقد أن المباراة أنها بالنسبة له المباراة على أرضه وجاهز ويمكن تكون جزء من الإعداد. وإذا طلب التأجيل فهذا من حقه. اللي أنا أقصد من كلامي إنه ما حصل. أنا ما أعتقد إنه لازم يثار عليه هذه الضجة، ولو كان الفريق اللي يقابله في الجدول غير نادي الاتحاد يمكن ما حصل هذا كله. فيا جماعة الخير لا ندخل لا الهلاليين الموجودين عندك إنهم يعني يكونون يعني يبحثون عن مبررات. المبرر الموجود منطقي لأي نادي انتهى من دور الثمانية بين المباراتين فقط 10 أيام أو 9 أيام يحتاج إلى وقت، وهذا الوقت أنا ما أشوف فيه مضرة لا على الدوري زين ولا على البرنامج ولا على من يتحدث أن هناك البرامج عندنا تقام. عندنا احنا امور كثيرة في مجتمعنا دائما نعرفها ان هناك 30 يوم في السنة ما بين العشر الاواخر والحج. في حد عنده حج غيرنا؟ ما في. فاحنا دائما وابدا حيكون عندنا وضع يعني مختصر او لنا خصوصيتنا في وضع برامجنا، ودائما برامجنا والحمد لله تقام. زادت الاندية حتقام البرنامج، لو زاد اسبوعين ولا نقص اسبوعين خير يطير. انا لا ارى انه الموضوع ياخذ اكبر من حجمه. ما قام به الاتحاد السعودي مشكورا للجنة المسابقات المتمثلة او في الظروف اللي حصلت، هو يقول لك هذا خروج مغلوب. ما يعرف اذا ما حصل اذا يستمر على ما هو عليه. اذا تتجاوز ومشى مثل ما يقول لكل شيء له حل. ارجو اننا نرتقي الى المستوى الاكبر. انتم تؤثرون تاثير كثير على من يكتب بكره، وتؤثرون اعلاميا كثير على من الصغار اللي يكتبون، وكل واحد يكتب من جهته. فكلامكم لازم يعني ارجو اننا احنا نتكاتف المصلحه العامه للجميع. واضح. لو كان غير نادي الاتحاد المباراه الهلال يوم الاثنين كان يمكن ما صارت هذه الضجه دي كلها من وهذا اللي ذكرها زميل احمد شمران. ليس له داعي اصلا. اما ما يتعلق بالمباراه هي اجلت. لهم راي انهم والله الشيء هذا يعني مثل ما قال جسنية، هذا كلام مردود عليه الشخص وتاريخه ونعرف احنا ونعرف من هو. ولكن نادي الاتحاد له كيانه وله وضعه وله اموره اللي احنا نعرف فيها. لكن ما يتعلق بهذه المباراة هي مباراة أنا أعتقد أنه واجب علينا أن نهيئ الفرق لنا، وما آخرتها أن الدعم الكبير اللي أعلن عنه الأمير نواف سيصلنا $1,000,000 للفائز. إن شاء الله يكون فريق سعودي وإن شاء الله اثنينهم يتأهلون. على العموم إحنا ننظر دائما للمصلحة العامة، خلوها تكون أكبر. ولا أعتقد أنا أن اللي حصل شيء يعني في ضجة كبير، بالعكس هذا يعني خطوة ممتازة للرئيس العام والنائبة في المصلحة العامة للجميع. كما يرى إذا كان الهلال اليوم هو اللي طلب فمن حق أي نادي يمثل خارجيا أن يطلب، والمنطق أن يساعدونه ما دام ليس هناك ضرر.
انا ما اشوف فيها ضرر. مباراه ليست خروج مغلوب، مباراه دوري ب3 نقاط، اذا ما قيمت الان تقام بعد اسبوعين، بعد 3. انا اعتقد انه في الوقت الكافي انها تقام في اي وقت اخر. الامير نواف محمد ايضا عضو شرف نادي الهلال، شكرا لك سمو الامير. شكرا.